تيجي اسالك سؤالين وجاوبني عليهم. السؤال الاول ها، انت مقتنع اصلا بفكره ان في طرق سهله وفي طرق صعبه؟ رد عليا. في طرق سهله وفي طرق صعبه، بس تمام. يبقى مش كل المدرسين متفقين على نفس الطريقه، بس في مدرس بيجيب لك الطريقه اللي مناسبه معاك، وفي مدرس تاني بيجيب لك طريقه ممكن تكون من وجهه نظره مناسبه معاك بس هي مش اسهل حاجه. يعني مبدئيا كده رقم واحد، في طرق بتبقى مناسبه لطالب في حاجه معينه، دي رقم واحد. الحاجه الثانيه اللي عايز اسالها لك، مؤمن بفكره التخصص ولا مش مؤمن؟ يعني مؤمن ان انا لو انا جامد في حاجه معينه بس ومركز فيها هبقى جامد، ولا ابقى مشتت نفسي في كذا حاجه؟ لو مؤمن بالفكره ديت انا بقدم لك الموضوع ده. بقدمه لك ازاي؟ انا متخصص لك في الاستاتستكس بس. يعني وانا بشرح لك الاستاتستكس للطالب الادبي، يعني مركز معاك انت بس، مش مشتت نفسي مع العلم. ويعني انا اقدر اشرح ماث بس انا مركز لك انت بس ومتفرغ لك. تمام كده؟ تمام. تعال اقول لك بقى، تيجي تاخد معايا دي بقى لو انت طالب ثالثه ثانوي وبتدور على الاحصاء لغات، ليه تجرب مستر حسن توب ماث واشرح لك ايه في الاستاتستكس. بص يا باشا، عملت انا ايه بقى مختلف للطالب الادبي اللي عايز يدرس استاتستكس احصاء؟ بص بقى صح، سهل قوي تخش على تيتشرز كتيره، تخش على اليوتيوب وتتفرج عليهم، تلاقي ان المدرس بيشرح لك الدرس في 9 ساعات وفي 10 ساعات، وهو فاكر كده ان هو ده الانجاز، ان انا مطول معاك. لا خالص، انا خدت الموضوع بوجهه نظر ثانيه. ايه وجهه النظر الثانيه؟ ان كل ما الفيديو يبقى صغير ومحدد في الجزء اللي انت عايزه، ده هيبقى مفيد ليك اكتر وهتستفاد منه اكتر. طب انا عملت ايه اللي عملته مختلف عن كل المدرسين التانيين؟ عملت حاجه جديده، قسمنا الدرس بتاعنا لمجموعه من التوبكس الصغيره. يعني الدرس الاولاني ده فيه كام فكره؟ فيه 3 افكار. بدل ما اشرح لك الدرس الاولاني في 3 ساعات، لا خالص، انا قسمتهم لك ل3 فيديوهات صغيرين، كل فيديو بيشرح فكره واحده بس، والفكره دي عليها اكتر من 100 مساله. ال 100 مساله دول بقى كل اللي جم في الدنيا وفي الاخره، يعني اللي جم في كتاب المدرسه واللي جم في الكتاب الخارجي واللي جم في كل الامتحانات. ده الفكره ديت ايه مميزاتها؟ مميزاتها ان رقم واحد، انت ما بتزهقش. رقم 2 ودي الاهم، ان انت بتتدرب على الفكره اكتر من 100 مره، فده بيخليك انت جامد في الفيديو، وبيخليك انت جامد في الحته اللي انا عايزك تبقى جامد فيها، بتبقى جامد في المساله ديت. تمام كده؟ طيب، واهم حاجه بقى بدور عليها، وهي دي اللي انت هتخليك جامد جدا، ايه هي؟ ان انت لما هتيجي تدور على حاجه انت مش فاهمها، مش مضطر ان انت تتفرج على فيديو 10 ساعات عشان تطلع الجزء اللي انت ما كنتش عارفه. لا خالص، انت يعني كل اللي انت محتاجه ان انت هتدور على الفيديو رقم 3. الفيديو رقم 3 ده بيشرح المساله الصعبه اللي انت كنت بتدور عليها في الدرس، وبكده هتكون مجمع المنهج. بس بدل ما انت مجمعه في فيديوهات، كل فيديو مكون من 3 ساعات و5 ساعات و10 ساعات، لا انت هتلاقي الفيديو الصغيره، وكل فيديو يعني مخصص لجزء معين في المنهج، لو انت احتاجته هتلاقيه في اي وقت، وبكده هتبقى انت تمام جدا في الماده. واي حد بعد كده هتلاقيه عامل الفكره ديت يعرف ان هو اصلا كان مقلدها من مستر حسن الطب. عايز تفهم الكلام ده اكتر؟ هقول لك انا بقى، خش رقم 1 على اليوتيوب، هتلاقي الفيديو التأسيسي بنفس الفكره اللي انا قلت لك عليها، عامله لك مخصص لكل حته في المنهج، عشان ما اجيبلكش حاجات يمين وشمال وانت مش محتاجها. لا، الحاجات اللي انا عايزها جايبها لك انت بس. ده رقم 1. طب رقم 2، عايز تتفرج على اول محاضره وتفهم السيستم بتاعي؟ منزلها لك، وده هعمله مجانا على المنصه لاول 50 مشترك بس. بعد كده لو ما لحقتش تعال اتصل بيا بقى وكلمني وهقول لك تعمل ايه، وكده هعمل معاك ديل جامد، وانت حبيبي وانا مستنيك.